فاحفظوا في انجيل وصاياي وأنا يوحنا أطلب في عيسى، استني من بس. الأب عيسى، فيعطيكم. استني خليها استنى، الله تكمل، يعمل معلش بيتك. خليها تكمل، إيه؟ خليها تكمل، انجيل يوحنا في عيسى. خليها تكمل. ايه ماذا قال؟ لا بهدوء، ان كنتم لا بهدوء، تحبونني تحفظوا بس وصاياي. بعدين بهدوء. أيوة. أي وأنا أطلب من الأب فيعطيكم. معزي اخر. في كلمة هنا ماني فاهمتها، فلا أريد أن أنطقها لأني أنا ماني فاهمة معناها، هي خاصة بديانتكم. أي نبي آخر غير المسيح وهو أحمد صلى الله عليه وسلم ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه وأنتم تعرفونه. سيمكث إلى الناس الأبد. شافت رسول الاسلام ولا ما نبي شافته؟ آخر. الناس شافت رسول الاسلام؟ كيف يا أستاذ لم ترى نبي العالم لا الإسلام يقبله لانه لا يراه. هل كان محمد ظاهر للناس ام ما كان عنده ظل؟ كان عنده ظل؟ عيسى كان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا يراه، لا يراه، وقال يمكث فيكم. هل محمد ماكث في الناس ام ماكث في القبر؟ دعوته ورسالته باقية إلى هذا هو اليوم. قال يسكن فيكم، يسكن فيكم، يسكن فيكم. هل رسول الإسلام الأرض أكلته وعظامه صارت مكاحل أم ساكن في الناس؟ لا لا لا، الرسول كما هو في قبره لم تأكله الأرض نهائيا. أنت مخطئ. عندك إثبات؟ الأرض لا تأكل السادة الشهداء ولا الأنبياء. وإذا جبت لك دليل من عندك بالإسلام أن الأرض تأكل تسلمين؟ أنت الآن دعها، خليني أكمل لك. طيب إن أتيتك أنه عندك في الإسلام الأرض تأكل أجساد الأنبياء، هل تسلمين؟ لا، لا تأكل أجساد الأنبياء. طيب إذا أثبت لك من عندك في الإسلام بحديث صحيح، أوكي، ماذا؟ تتنصرين؟ لا أعوذ بالله، لا أريد أن أذهب إلى جهنم. أنت فيها يا أختي، أنت فيها يا أستاذ. أنا أعبد ومن الله منكم واحد. إلا وارده. أنت فيها يا أختي السفيهة، أنت فيها، أنت فيها. هات دليلك ولا تطلق أحكاما جزافية. طيب ماذا بعد الدليل يا أختي السفيهة؟ ماذا بعد الدليل؟ سأرد عليك بدليل أقوى منه، لكن أنا أريد طيب راح تناقضي الإسلام متناقض إذا، صح؟ الإسلام متناقض، صح؟ الإسلام ليس متناقض، على الأقل نحن المسلمين. طيب خلينا نشوف الشبهة اللي جبتيها تبع المعزي. خلينا نشوف. أنت لديك ثلاثة. طيب أنت لديك ثلاثة. ماذا؟ لديك ثلاثة. وأنت عندك ثلاثة. أنت عندك 360 بدل ثلاثة، شو رأيك؟ لدي إله واحد. الله. طيب وإذا أثبت لك إنه الثلاثة أصنام، وأنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، هدول ثلاثة أصنام، الله صنم، الرحيم صنم، الرحمن صنم، وإذا أثبت لك هذا الكلام؟ الآن تريد أن تجعل أسماء الله الحسنى أصنام. أنا راح أقدر أثبت لك وأنه تعالى جد ربنا. تعالى أقدر أثبت لك أنه تعالى صنم وجده صنم وربنا صنم، شو رأيك؟ وحاجة تانية برضه يا أستاذ شمعون، بمنتهى البساطة، من الذي قال على لسان من قال أجعل الآلهة إلها واحدا؟ المشركين قالوا. طيب معلش، أنا أريد أكمل مع الأستاذة. أنا أريد أكمل مع الأستاذة الموضوع المعزي. ماشي، تقبلي؟ أوكي. من الذي يرسل الأنبياء والرسل أستاذة علياء؟ الله سبحانه وتعالى. قولا واحدا؟ قولا واحدا. لا تراجع فيه؟ الله واحد، كيف أتراجع؟ يعني لا تراجع عن كلامك، ما راح تبدلي؟ نعم. طيب هذا الكلام يوحنا 15. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله إليكم. من هو المعزي؟ افتح المايك. أكمل يا أستاذ. من هو المعزي؟ أكمل حتى أستطيع أن أكون فكرة. أكمل. طيب ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم. من هو المعزي؟ من هو المعزي؟
ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الأب. من هو المعزي؟ الحق الذي هم من هو المعزي؟ هذه من كتبكم. من هو المعزي؟ من هو المعزي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أرسله؟ الله سبحانه وتعالى. من المتكلم هنا؟ من المتكلم؟ الله سبحانه وتعالى. من من المتكلم؟ من المتكلم؟ من المتكلم؟ من المتكلم؟ مأزق كبير يا أستاذ. من المتكلم؟ أنت أعطيتني دليل على اسمعي نقرأ. أعطيتني دليل دقيقة، اهدأي شوي، اهدأي. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غير. اهدأي شوي يا مسلمين، خلينا نقرأ. يا مسلمين، هو يعترف أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في اهدأي شوي، اهدأي شوي. كذابة حضرتك كذابة. يا كريس هذا شوي. لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية، وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبي، لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم أبغضوني بلا سبب. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم. إن كان المسيح الذي أرسل المعزي الذي تقولون أنتم عنه رسول الإسلام، إذن المسيح ربه محمد، المسيح ربه. تفضل. بومين بوم. إيش